يا بتاعت الصلاه. انا اعرف اخت بقولها اهو على 2022، عارفاها من 20 سنه فاتوا، كانوا لسه بنات في اعدادي واولى ثانوي، شيماء اخواتها، دي بتاعت الصلاه على وقتها. هتصلوا مش انا قايمه وتقوم الله اكبر يلا تلاقي كله بيجري. اعرف تاني برضو شيماء حامله لكتاب الله طبيبه ايه، دي بتاعت ان الله يحب، ينطبق عليها الايه دي، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اعرفها شخصيا، بتشمر لنا كده تقول لك لا عشان يجي منور. يا بنتي مش لسه نقطتي وضوءك بسرعه، تقول لك لا 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 عشان تيجي كله منور، بتستحمى ما بتتوضاش، تبالغ في الوضوء. دي احسبها. اعرف اخت بتاعت لا حول ولا قوه الا بالله، هي شبهك دكتور عبير، نسخه منك، بتاعت لا حول ولا قوه الا بالله. هي دايما الذكر ده عندها، لكن ربنا بيفتح لها الابواب. انت صيتك مين عند ربنا؟ اوعى نطلع من المحاضره ديت وملكيش حال مع الله، وملكيش انا ناوي اعمل الامر ده، انا ناويه اعرف لملائكه الارض والسماء. ماتت صاحبه ركعتي القيام، ماتت صاحبه الصلاه على الرسول عليه السلام، يا بختها ويا هناها. وببشركم اللي له حال في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اسمعوا بص انا بقول ايه، يرى عجبا، يرى عجبا في الدنيا. محدش يقول الكرامات بتوع الاولياء. ترى عجبا بأم عينيها، عايزه اي شيء يجيلك لحدك. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، نص الحديث يكفى همك ويغفر ذنبك. عايزين اكتر من كده؟ يبقى ليا حال مع الله. عشان اعيشها صح لازم اعرف من كل شيء شيء. ما ينفعش ابقى جايه وقاعده في معترك كده ما شاء الله عليكي ومحجبه ومسلمه وزي الفل، تعرفي عن ده؟ مش عارفه والله. فيش دلوقتي عندك الشيخ جوجل دلوقتي بيجيب كل حاجه، المحاضرات كلها مجاني على اليوتيوب، كورسيرا وغيرها وغيرها كلها، روحي اتعلمي. انت يا مسلمه اولى، انت لما تتسالي في امر اولى انك تكوني عارفاه. جم العيال اول ما طلع حاجه كان لسه الافتر افكت طالع وبيتكلموا على، قلت لا لازم اعرف، العيال يضحكوا عليا اشوف ايه الموضوع ده، لازم. ومش عشان تستني ان انا ابقى عشان لا، انت كمسلمه العلوم الشرعيه عندك فين؟ ما يجيش واحده بقى تقول لك ايه الزوجه غير ملزمه، استاذ دكتور في جامعه، يا رب الهمني كلمه محترمه. هو كل من بقى استاذ دكتور في جامعه من حقه انه يفتي على مزاجه ويقول ويخرب بيوت المسلمين ويخرب الزوجات؟ لا، انا عايزاكي طالعه من المحاضره لسان الحق عليكي، انا عايزاكي طالعه من المحاضره دي وانت لسان الحق عندك، تبقي فاهمه. اما تقولك الزوجه غير ملزمه ان هي تطبخ لزوجها، جمهور العلماء ويجيب لها الاكل مطبوخ دليفري بقى وهيصه حاجه وكذا، ولكن الاوجب ما كملوش الجمله اخر سطر كده، يعني هما جابوا النص ده بس اخر السطر، اوجب لها ان تقوم بما هو متعارف عليه. ايه المتعارف عليه؟ الراجل خارج البيت وداخل البيت. تقول لك لا ومعلش بقى هو بره البيت وبعدين يجي يساعد، مش النبي عليه الصلاه والسلام كان بيساعد اهل بيت؟ يا ستي يعني انت عايزاه مطحون بره وعايزاه كمان ولو ما عملش كده ايوه انت زوج مش عصري ومش مصري والكلام ده كلام. ما كل ده من الايه؟ من الداي.